السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. عربية شنجان سي اس 35 بلس، عربية بتنزل السوق المصري عن طريق غبور الوكيل الحصري بتاعها. عربية اس يو في بتنزل بثلاث فئات، أسعارهم الرسمية 820,000، 870,000، 930,000 جنيه مصري. الأوفر برايس بيكون في الغالب 300,000، يعني أعلى فئة ممكن تلاقيها حضرتك في المعارض ب1,230,000 جنيه مصري. أعلى فئة هي اللي معانا في الفيديو، وبرضه هنعرفكم على الفرق بينها وبين الفئات اللي أقل منها في خلال الفيديو. أول حاجة بنبدأ بيها دايما في مواصفات العربية هي الموتور. وحضرتك بتفتح الكبوت كده هتلاقي إن مفيش مساعدين لرفع الكبوت، في عصاية عادية جدا، وكمان في حاجة حلوة إن في بطانة في الكبوت عليها علامة شنجان. مفيش كمان تصفيح أسفل المحرك. أرقام بقى الموتور بيجي بقوة 1400 سي سي تربو، مع متوصل بفتيس اوتوماتيك من نوع الدي سي تي، يبقى 7 سرعات. القوة دي المنظومة دي كلها بتطلع قوة حصانية 160 حصان و260 نيوتن عند 1500 لفة في الدقيقة. تاني نقطة، أبعاد العربية بتيجي بطول 4 متر و33 سنتي، والعرض متر و82 سنتي، وطول قاعدة العجلات 2 متر و60 سنتي، والخلوص الأرضي للعربية بيكون 18 سنتي. وبالنسبة للجنود بتاعت العربية فبتكون في الفئة الأولى 17 بوصة، وفي الفئة التانية والفئة التالتة بتكون 18 بوصة تو تون. بالنسبه لاضاءه العربيه فبتكون كلها ال اي دي ما عدا الاشارات الجانبيه اللي ورا واللي قدام. الاضاءه اللي قدامانيه بتبقى عباره عن شريط او بار كده، اضاءه نهاريه، بار طويل بيكون طبعا ال اي دي في وسطيه علامه شنجان. وطبعا اضاءه الاشاره الجانبيه زي ما قلنا بتبقى هالوجين. الفوانيس الرئيسيه في العربيه بتكون هي تحت شويه، ما بتكونش فوق في الاكسدام من فوق زي معظم العربيات، لا بتكون تحت في الاكسدام من تحت على جنبين العربيه. حواليها بيكون في فريم بيانو بلاك. اما بالنسبه للاضاءه الخلفيه فبتكون برضو عباره عن بار ال اي دي واصل ما بين الفانوسين اللي بيكون بقى مكانهم عادي جدا على الشنطه من فوق، واشاراتهم الجانبيه طبعا بتكون اشارات بتقنيه الهالوجين. بالنسبه لتجهيزات العربيه الخارجيه فالمرايات بتيجي ضم واغلاق من الفئه الاولى، لكن في الفئه الثانيه بيكون فيها كاميرا عشان يعتبر كتقنيه النقطه العمياء بتاعت العربيه. الكاميرا الفئه الثالثه بيكون فيها في كل مرايه بيكون فيها كاميرا عشان يكونوا مع الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه. ازاز العربيه بيكون عادي مش فوميه، بيكون برضو في كيلس انتري لباب السائق، ده برضو في الفئات الثلاثه من اول فئه مفيش فيهم اي اختلاف. برضو بالنسبه للشنطه فالشنطه بتيجي في الثلاث فئات بمساحه 403 لتر، لكن مع طي الكاميرا الخلفيه بتوصل لمساحه ل 950 لتر. بيكون جوه الشنطه مفيش اي تجهيزات غير بس اضاءه هالوجين. طريقه فتح الشنطه بتبقى في الفئه الثالثه طريقه كهربائيه عن طريق زرار في الكونسول من قدام، او زرار في الريموت، او كمان زرار في الباب ذات نفسه بتقدر تفتح بيه الشنطه ذات نفسها. والشنطه بيكون فيها حساس عشان خاطر لو الشنطه ذات نفسها وحضرتك منزلها خبطت لا قدر الله في حاجه بتبدا ترجع تاني عشان ما تخبطش. لسه مكملين برضو مع التجهيزات الخارجيه. العربيه فيها فتحه سقف بانوراما من الفئه الثانيه، ومن الفئه الاولى فيها سبويلر خلفي كبير بيكون جواه اضاءه الفرامل اللي بتكون باللون الاسود ومن جوه ومن بره بنفس لون العربيه. وطبعا الاضاءه دي بتكون ال اي دي. بالنسبه لعوامل الامان والسلامه في العربيه فالعربيه من اول فئه بيكون فيها 4 ايرباج، وبيكون فيها برضو انظمه الفرامل اللي هي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي. الاي بي اس اللي هو نظام فرامل معناه الانغلاق، والاي بي دي اللي هو توزيع قوه الفرامل الكترونيا، والاي اس بي اللي هو الاتزان الالكتروني. في الفئه الثانيه بتزيد ان بيكون فيها 6 ايرباج، يعني فيها 2 ايرباج زياده عن الفئه الاولى، وبيكون فيها نظام النقطه العمياء اللي هو الكاميرا في المرايه اليمين. الفئه الثالثه بقى بتزيد ان بيكون فيها كاميرا في كل مرايه مع الكاميرا الاماميه مع الكاميرا الخلفيه، يعني بتكون فيها منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه. يعني الفئه الاولى ما فيهاش غير كاميرا واحده، والفئه الثانيه الفئه الاولى ما فيهاش غير كاميرا خلفيه بس، اما الفئه الثانيه فيها كاميرا خلفيه وفيها كاميرا النقطه العمياء اللي هي في المرايه، والفئه الثالثه بيكون فيها بقى كاميرا كمان اماميه مع الكاميرا الخلفيه مع الكاميرتين اللي في المرايات. كلهم كده بيجيبوا او بيكونوا منظومه 360 درجه رؤيه حول العربيه. الفئه الثالثه كمان فيها رادار امامي. الرادار ده بيبقى وظيفته ان هو يحذرك من الاصطدام، وكمان وظيفته ان هو مثبت سرعه تكيفي اللي هو الادابتيف كروس كنترول، عشان خاطر حضرتك المثبت السرعه التكيفي ده بيقدر يديك انذار لو لا قدر الله تخبط في العربيه اللي قدامك، فبيكيف العربيه او بيكيف سرعه العربيه مع سرعه العربيه اللي قدامها. في كمان نظام فرمله الطوارئ، ده برده موجود في الفئه الثالثه. ده بالنسبه لعوامل الامان والسلامه. لو انتقلنا بقى للماسوره الداخليه للعربيه فهنلاقي ان العربيه من اول فئه الفرش بتاع الكنبه فيها بيجي جلد، لكن بيجي باللون الاحمر في الفئه الثالثه بس. بيكون في مسند يد خلفي من الفئه الثالثه برضو، وفي 2 كاب هولدر. المساحات جوه العربيه مساحات كويسه جدا وممتازه لان نفق الفتيس بيكون منخفض، وكمان مساحات السقف ذات نفسها بتكون حلوه. لو اتكلمنا عن الابواب فمقابض الابواب بتيجي بلون غير لون العربيه، وبيكون برضو في مسند يد في الابواب كده بيكون
او مسند الكوع بيكون من الجلد، وبيكون في مساحات تخزين مقبوله برده في الابواب. بالنسبه للكونسول الوسطي فبيكون في فتحه تكييف وبيكون فيها فتحه USB. لو طلعنا بقى قدام شويه هنلاقي ان التكييف بيجي اوتوماتيك من الفئه الثانيه، لكن الفئه الاولى بيكون التكييف بكر. التجهيزات اللي موجوده في التابلو من قدام بيكون في فتحه USB تايب A زائد فتحه 12 فولت، وبيكون في كمان شاحن وايرلس في الفئه الثالثه بس. فرامل اليد بتيجي كهرباء في الفئات الثلاثه، وبيكون في مسند يد جلد جواه مساحه تخزين كبيره جدا، وفي 2 كاب هولدر. ماتيريال التابلو ذات نفسه بيجي ماتيريال سوفت، هو مش جلد بس بلاستيك، بس بلاستيك سوفت يعني يعتبر متطعم بالجلد. الطاره بتيجي مالتي فانكشن بتكون من الجلد، موجود فيه شاشه اعدادات ديجيتال، وموجود فيه كمان في العربيه شاشه 8 بوصه تدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. العربيه يعني هنقول مثلا تقييم ليها مزايا وعيوب، تقييم سريع كده. العربيه طبعا مزاياها عربيه شكلها جميل جدا من بره، وتجهيزاتها من جوه طبعا جميله جدا، والخامات برده بتاعتها جوه كويسه، مساحات واسعه، برده عوامل الامان بتاعتها كويسه جدا، عوامل امان قويه. برضه هنقول ايه، برضه التسعير بتاعها حاليا في السوق عربيه برضه SUV، برضه تسعيرها كويس مش وحش بالنسبه للايه اللي احنا بنشوفه في السوق حاليا. يعني العربيه مثلا في اول المليون، العربيات التانية مثلا او مليون مثلا 200، العربيات التانية مثلا شطحت بقت مليون ونص او مليون 600، بس برضه هي عربيه صيني، فده برضه هيخلينا مثلا نتكلم عن ايه العيوب بتاعتها. العيوب بتاعتها العربيه علامه مش معروفه في السوق، فمفيش موثوقيه في العلامه، فده هيوديك لقطع غيار مش متوفره، وممكن تكون كمان غاليه. كمان قاعده البيع لو حضرتك بعد كده حابب ان انت تبيع عشان تغير مش هتعرف تبيع، ده يعتبر اقوى عيب فيها. وده كان ريفيو سريع على عربيه شانجان CS 35 بلس. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.